شوف انت اخ مصري، كون خود شوف، كون عادل في كلامك. انا خود والله العظيم انا لو مش عادل كنت انزلتك يا اخي الكريم. يعني انت شوف، لو لا انا مش، اخي لو سامحني كلامك اخي، مش على انت هو. البلد اللي يا راك صديقي قاعد فيها العزيز ايها الان، الجزائري شوف سامحني المحترم، يا سامحني. المحترم، يا المحترم، تفضل اسمعني تفضل والله بس تفضل انا تفضل سيدي اخي، والله راح العظيم. نغلق المايك، تكلم. الله يحفظك يا رب. اديني بس نص دقيقة ثم انطلق انت رد علي كمان انا. يا اخي الكريم، انا رأيت آه، في اجتماع واعلام لجمهورية ما يسمى جوتريح داخل الجمهورية الجزائرية، واستؤجر لهم فلل وسيارات وتنقلات وطيران ومصروف جيب. انا عارف كم ياخذ هؤلاء الناس. اذا عطنا ايضا، اديني انت ايضا كده فيديو من داخل المملكة المغربية. المغرب رفعت علم هذه الدولة في بناية، في مدرسة، في شارع، في طريق، وتم استقبالهم وتم تأجير لهم فنادق، وجاءت الكاميرات والصحافة والإعلام يصوروا أن الماء موجودة في الجزائر. هنا أقول لك بالفعل أنت معك حق أن المملكة المغربية تمول هؤلاء الناس، لكن فلان قال لي وفلان ما قاليش. أنا كراجل أكاديمي شوية أحتاج إلى أدلة، حتى لأن الحمد لله أحترم متابعية وأحترم من يشاهدوني، ومن ثم عليك أن تأتي لي بدليل أقول لك شكرا على هذا الدليل، وبالفعل أحمله وأقول للمغاربة لماذا تمولون الماك وأنتم اكتويتم سنين من البلوزاريو. تفضل أخي الكريم، عندك الرد. بارك الله فيك اخي، صحيت اخي. هل شوف، مانيش عارف انت، على كل حال انت يعني انا على بالي تميل للجهه الاخرى، انا على بالي بها، وانت تعلم باللي الدوله المغربيه، النظام المغربي، ما نعرفش على الدوله، ما عندهمش دوله، هم عندهم نظام. النظام المغربي هو اللي يمول، انت تعلم ذلك. اكتب في جوجل الان وحطها للناس شوفها. أنت فرحات مهني في الآن المغرب. ادعيت يا أخي الكريم يا أنك اخي تؤدي خليني الواجب نكمل لك، عليك علاه كأكاديمي. تقاطعني؟ وهذاك اللي كان يتكلم المغربي ما قطعتوش، ما لماذا؟ انا مش هقاطعك والله، مش هقاطعك، بس اديني ارجوك، اديني دليل حتى انا اشاهر بالمغاربه، اقول لهم نعم اتقوا الله سأدوك واجعلوا نعطيك الجزائريين دليل، نعم. مستقيم. أنا قلت لك أنا الآن، أنا اكتب أنت في اه جوجل، اكتب أنت في جوجل فرحات مهني في المغرب بس، وشوف وش يخرج لك. هذا تفضل يا ما اخي كان. الكريم، كمل. انا اكتب لن ابخس فرحات عليك ان مهني في تاتي، المغرب. شوف عليك ان اخر تاتي انت منشق، شوف اخر بالادله. واحد هرب، تفضل. اسمعني بهذه مليح، هرب من عند تفضل. هرب من الجزائر. هذا كان منشق ثاني، كان من الماك، حركه الماك، او يتكلم في التلفازات كاع ويتكلم. هرب من الجزائر، دخل على تونس، وحكم الطائره قبل للمغرب، وعطاو له اللجوء السياسي في المغرب. راهم بزاف تاع الماك عايشين في المغرب خادين اللجوء السياسي. ونزيد لك شوف، نزيد لك اكثر من هذا. شفت عمر هلال رفض القبائل في الامم المتحده ولا ما شفتهاش؟ شفتها ارشدها. يا اخي؟ وانا نعم. هذا ليس دليل؟ وجيب لا لي ليس الدليل. دليل، ليس هذا ليس دليل. دليل. عمر هلال ليس رفضها، قال دليل. لهم القبائل رفضها في الامم المتحده، ليس دليل. يا جزائري دليل، يا جزائري دليل يا اخي نعم. الكريم. هل انت يعني انتم بتحملوا البوليزاريو على دماغكم لا اخي شوف، خليني اكمل نصف. كلامي، الله يا اخي يخليك، الكريم ارجوك، ما تاخذش لماذا طرف. انت الان، لماذا الان يعني ترى بعين بنصف عين، حتى مش عين واحده؟ يا اخي الكريم، انت زعلان من رفع علم لا ماني زعلان، لا والله ما انا او ورقه، زعلان، لحظه لان بس، او شوف. ورقه في الامم المتحده تقول الماء وانتم ترفعون البلوزاريو وطرتم بها 50 سنه لكل قرار الدنيا. وانا اقسمت بالله لو ان المريخ به دوله ويمكن ان تؤيد البوليزاريو لذهب احمد عطاف اليها يا اخي يا ولدفع اخي ايضا مصر، سامحني يا اخي، ولدفع ايضا مصر شوف ملايين اخ الدولارات. رزق، يا الاخ رزق، يا اخي تفضل. راك نتكلموا على القبائل، وش دخل على رحت البوليساريو انت؟ ما هو انت زعلان من احمد، من السيد لا ماني عمر زعلان هلال انا، وقع احنا ورقه. عندنا، شوف لا اخي، لا ماني زعلان، ماني تفضل. زعلان والله تفضل. ماني زعلان. احنا عندنا هذيك الشيء لا حدث، لا حدث. انا نقول لك حاجه اخي رزق، انا الحمد لله تفضل. للمغاربه هذو كيما هذا اللي راهو معاك البدو هذايا، بحثوا على تاريخ الجزائر، ويتكلم على ايت حمد، ويتكلم على القبائل، ويتكلم على تاريخ كذا، والله لا يعلم في حي. انت ما جاتك مضحكه كي قال لك جمهوريه كوكو، مملكه كوكو، ما ضحكتش انت في قلبك؟ شوف اضحك هذاك ليه؟ السينما تاريخ مش من كوكو، العيب ان انا تمسخر اضحك بي على انت، على تتكلم على حدث كوكو. سياسي؟ عيب تضحك على صح. الناس. شوف اخي اغلق المايك تاعك يا عليك ان البدو. ترد علي يا جزائري، نعم يا جزائري رد سأرد علي. عليك، كوكو دي كانت سأرد موجوده عليك، ولا لا؟ يا سأرد جزائري اخو عليك. الكريم، نعم كوكو نعم. كانت موجوده ولا لا؟ قول لي ما كانتش موجوده خالص، قول لي كده ما أسطورة كانتش يا أخي، موجوده. قول لي ايات أسطورة احمد، أسطورة، قول لي كاذب في ايات احمد، كاذب. قول لي ايات احمد لم يحارب او لم تحدث حرب اهليه في الجزائر
كان رجل لديه نزعة انفصالية يا وبالجملة أخي أو يا أخي يا أسقطوا أخي عليها. يا قول لي أخي الكلام ده، قول لي خليني، لا. يا أخي تفضل. خليني نعطيك أنا تاريخ الجزائر الصحيح. عمرك ما تسمع تاريخ الجزائر من عند مغربي، لأن لو كان تفضل، أنا تدخل بسمعك جوجل، أهو، أنا بسمعك، أنا أسمعك، نعم تفضل. لو كان تدخل الجوجل وتكتب من هو، حاشا الشعب المغربي البسيط، حاشا، اكتب من هو الشعب العربي الكذاب، اقسم بالله سيخرج لك المغربي. جاوبنا خليني جبنا نجاوبك خليني بس يا نجاوبك، أخي نعم. الكريم، أنا بلا بسألك اسطوانه أسئلة دلوقتي، فارغه. أنا بسألك بطل أسئلة المايك واضحة. تاعك قول يا لي آية كاذب. أحمد، قليله آية أحمد نعم ده، قول لي آية نعم أحمد، قول لي إن نعم. جمهورية كوكو أو مملكة كوكو دي كانت موجودة ولا لا؟ ده واحد. أما لا السؤال ما كاش، الثاني، ما كان، آية شوف أحمد شوف ده، هذه في شوف المجاهد آية خلينا من أحمد بالفعل شوف يا جاهد، سي جاهد معكم رزق، ومع الثورة يا ولا سي لا؟ رزق، وحينما يا سي انتصرتم رزق، وخرجت فرنسا. يا سي رزق، انا نتكلم لك نعم. كلام، انا نتكلم كلام وسمعت كلام المغربي يا اخي، وروح كي نكملوا كلامنا للاسف والله للاسف، اذلوك، ما اعرفش ليه اخي الكريم، والله يا اخوي الجزائري، للاسف اذلوك من البث. انا لم انزلك صدقا والله. هم تيك توك، ما اعرفش ماذا قلت انت، تخيل قلت بعض الالفاظ ان النهارده اصبح بيعاقب عليها التيك توك. على كل حال ارحب بكم مره ثانيه متابعي الكرام اينما كنتم. موضوعي وهو ان هناك حدث سياسي مهم جدا سيضرب، شاء أم لم يشأ، الدولة الجزائرية. بالتأكيد طبعا ستكون له آثار. أنا النهارده بناقش كيف يمكن للنظام الجزائري أن يتلاشى، أن يخفف من آثار هذه الصدمة. أعتقد أنه من أول الأفعال التي يجب أن يقوم بها النظام الجزائري. أول شيء هو قلنا فتح قنوات للحوار، فتح قنوات للحوار مع المجتمع الامازيغي من منطقه القبائل. ناخذ ما اعرفش الاخ غير في اخذ تقريبا اخر هيرجع كلمه لنا ثاني. ندير اطار تفضل يا اخوي الرد العزيز، تفضل تفضل اطار الحق تفضل. الرقيب. اولا المغرب يشرفه ان يستقبل الاحرار، وسبق للمغرب أنه استقبل مجموعة وجدة، استقبل المقاومة الجزائرية، وكانت تكنتها في المغرب وتدربوا في المغرب، وهذا شرف للمغرب. حتى بوضياف قدم منفاه في المغرب، مجموعة من بومدين وغيرهم عاشوا في المغرب وأكلوا في طعام المغرب وتربوا في أرض المغرب. بوتفليقة درس في المغرب وتعلم. المغرب كان حضنا لجميع الثوار في العالم يأتوا، والدول الأفريقية تضع اسم المغرب، تضع اسم المغرب في شوف هذا داير لك واحد الصوره نزلته، دير صوره مشينه معيبه، دير صوره طلع ودير صوره معيبه. ما كما قلت شفتهاش لك اخي والله، الكريم، بعتذر لكم، بعتذر نزلته يا اخوي الكرام، ما شفتهاش عندي والله. الان. قلت لك اخي ما نفس الكريم، الشيء. المغرب يشرفوا، يجوا عندهم الاحرار يطلبوا اللجوء في ارض السلام، يجوا مرحبا بهم. جاوا ناس قبائل يطلبوا اللجوء، الف مرحبا، ولكن ليس لديه دليل ان المغرب يمول القبائل. اتحداه، قال لك يعطونهم كذا وكذا، ما جابش دليل، فقط كلام. ثانيا لابد ان اشير الى رساله مهمه، وهي دليل مظاهرات تاع باريس، العلم المغربي جنب وهي العلم دليل جدا. لحظه يا اخي الوطني. الكريم، من فضلك لا تفتح المايك لو سمحت حتى يتدورك اخوي العزيز، من فضلك فضلا وليس نكمل امرا، مداخله خير ضيفي، وغادي نخلي لك ولك المساحه ان اذا ترد سمحت. عليه، مفيش مشكله عندي، السيد خلاص فرحات، والله. تفضل يا اخي، السيد فرحات تفضل. مهني أرسل مراسلة أحرجت النظام الجزائري إلى الأمم المتحدة، خصوصا أن الجزائر كانت عضو في الأمم المتحدة، وأحرجها برسالة قوية جدا. هذه الرسالة أخي الكريم فيها معطيات كثيرة، وطالب حينما قال سأكون ممتنا إذا أبلغت أعضاء مجلس الأمن، هذه وجهت الكلام إلى السيد عمار بن جامع، وجه له هذه الرسالة وقال سأكون ممتنا إذا أبلغت أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالانتهاكات الخطيرة جدا لحقوق الإنسان التي كان ضحيتها شعب القبائل منذ يونيو 2021. إخوان اللي كذبوني دخلوا يكتبوا رسالة الرئيس القبائلي للحكومة المؤقتة إلى مجلس الأمن السيد عمار بن جامع، وغتقراو هذا الشيء اللي كنقول لكم. وقال في معطيات هذه الرسالة أنه تم اعتقال وتعذيب واغتصاب 13 ألف ناشط في الاستجوابات، يعني اغتصاب وتعذيب واعتقال 13 ألف ناشط عند الاستجواب، وتم سجنهم بشكل تعسفي، وتم إلقاء عليهم حكم بأدلة ملفقة،
وقال في رسالته أن 38 شخص، هذه رسالة موجهة للأمم المتحدة، 38 شخص من القبائل الآن في طابور الإعدام لجريمة لم يرتكبوها أبدا، مشيرا إلى أن الجزائر ترفض إطلاق سراح السجناء السياسيين. وأكد فرحات مهني أن الجزائر استخدمت طائرات مسيرة، هذه لم يستطيعوا الرد عليها، وطائرات عسكرية ومروحيات لإشعال النار في كامل المنطقة القبائلية في 9 غشت 2021، وهو ما تسبب في أكثر من 500 وفاة وآلاف الإصابات الخطيرة. وأردف أن هذه الجريمة تم التخطيط لها على أعلى مستوى في التسلسل الهرمي العسكري الجزائري. هذه رسالة التي فضحت، ولم يستطع هذا عمار جامع ممثل الجزائر في الأمم المتحدة أن يقدم وأن يتلو أو يرد عليها، لم يستطيع الرد عليها، وبالتالي فيها اتهامات مباشرة وإحراج النظام الجزائري. وهذه من الرسائل اللي خلت أن الجزائر تخرج عن طورها. نحن عندما نتكلم يقول الشعب كدعوة الدولة، المغرب لا يدعم، حتى أكون معك واضح، المغرب الرسمي المملكة المغربية لا تدعم أي انفصال، لا تدعم أي فرقة، أي جبهة، أي شيء. المغرب يحترم السيادة هنا أسألك سؤال يا أخوي العزيز قبل أن تذهب بعيدا عني. لماذا المغرب لا يدعم وأنتم يعني اكتويتم من نار هؤلاء، من نار للأسف من يحاولون تقسيم المغرب لطيلة نصف قرن؟ لماذا الآن لم تأتيكم فرصة على طبق من ذهب؟ هذا الكيان المولود بعيدا عن أرضكم يعني لن يلومكم أحد، ومن ثم لماذا المغرب لا ينتهز هذه الفرصة ويدعم نكاية فيما جرى له طيلة نصف قرن؟ تفضل. استمرار الإمبراطورية المغربية 12 قرن، واستمرار الدولة العلوية 600 سنة، يعني 6 قرون كلها. هذا الاستمرار والاستقرار لم يبنى على الباطل أو الحقد أو كان الغيظ للآخرين، بل بني على الأمن وعلى كسب ثقة الآخرين وعلى السعي إلى التوحد والتوحيد ومساعدة الآخر ومد يده إلى الآخر، ولعل مساعدة المقاومة المغربية حتى قرروا مصيرهم. ورسالة محمد الخامس مشهورة في الأمم المتحدة باللغة العربية وباللباس التقليدي المغربي عندما نادى بتقرير مصير الشعب الجزائري. وكذلك لم يتفاوض مع شارل دوغول، قالوا تعالوا نتفاوض على القضية المقتطعة، ولكن رفض رفض محمد الخامس التفاوض. لو كنا نكن الحقد أو التفرقة لتفاوضنا مع فرنسا وتركناهم لحالهم وأخذنا أراضينا وتركناهم يفعلون بهم ما شاءوا. لكن الاتفاق الذي كان بين الحكومة المؤقتة والسيد ومحمد الخامس طيب الله تراه على أنهم سيحلون جميع مشاكلهم العالقة عندما يقررون مصيرهم، وساعدوهم أولا بالأرض وضموهم وساعدوهم بالمال وبالملجأ وغيرها. وبالتالي المغرب لا يكن أي دولة في العالم، لا يدعم انفصال أي دولة. المغرب مع التوحد، المغرب مع وحدة الدول، مع الانضمام، مع التعاون، مع السلم، مع النظر إلى الأفق وعدم الشرذمة. المغرب ليس مع الصراعات أو بث ثقافة الكراهية. عندما أصعد أنا لا أمثل النظام، أنا أمثل شخصي كبدوي منعزل كمتتبع، لا أمثل المغاربة، لا أمثل الشعب، لا أمثل النظام، ولكن أقول كلمة حق. فعلا إمارة كوكو كانت موجودة، الشعب القبائلي موجود حي في الأرض كيدير مظاهرات، عنده علم، عنده لغة، عنده هوية، موجود، عنده جغرافية، عنده خصوصية، عنده ثقافة، عنده عقلية مختلفة عن عقلية الساكنة الأخرى. وبالتالي في إطار الإنسانية وفي إطار حقوق الإنسان وفي إطار تتبع هذا المشكل الذي أصبح أمر واقع، يوم 14 إعلان دولة من طرف واحد، وبالتالي الحكومة المؤقتة السيد رئيس مهني ورئيس مؤقت كذلك، ممكن يكون انتخابات ويطلع رئيس آخر. نحن الآن مع المشكل وككرة الثلج أخي الكريم، كلما تحركت وتدحرجت تكبر، والنظام الجزائري لم يضع الحواجز لمنع مثل هذه الكرة الثلج التي كلما تضخمت وهنا أشرت لها، رغم أنها كانت زيارة غير معلن عنها، زيارة بعض القادة في المنطقة وتحادث وتخابر بين مجموعة من القياديين على المستوى العربي. ربما هناك استقراء، هناك قراءات استخباراتية لما يمكن أن يقع في هذه المنطقة، من أن ممكن تتحول هذه الحركة إلى حركة تطالب، حركة مسلحة تطالب بالاستقلال. ممكن أنه يكون صراع أجنحة داخل الجزائر مع هذا الفقر والتشرذم ومع هذا السقوط في مجموعة من الملفات والانهيار
الاقتصادي والدينار وغيره، وعدم وجود حتى العملة الصعبة، بحيث منعوا حتى المسافرين إلى تونس ما عندهمش عملة صعبة. هذا الانهيار على جميع المستويات كشف عورة النظام العسكري الجزائري. وكذلك تشوف الحافلات، تشوف الطرق، البنية التحتية، الآن كل شيء انكشف أخي الكريم، لم يعد شيء يستر. يجي حد يقول لك تكذب ما تكذب، هذا واقع وانت تعرفه وانا نعرفه. وبالتالي اي شيء ممكن يوقع في هذه المكان اللي هو على صفيح ساخن، مع كثرة المعارضين خارج البلد، كثرة الملتحقين بحقوق الإنسان واللجوء الإنساني والسياسي، وكذلك امتلاء السجون على قضايا الرأي، ومنع الأساتذة والمحامين والنخبة من الكلام، وقوة الضغط تولد الانفجار. هذا الانفجار هو الذي يحاول مجموعة من قادة الحكماء العرب والسياسيون أن يفعلوا شيئا حتى يقوا المنطقة ما يمكن أن يقع في هذه البرميل الذي مقبل على الانفجار في أي لحظة. تحياتي لك وتحياتي الأخ فارس ولكل المستمعين، والسلام عليكم. شكرا صديقي العزيز، اخوي العزيز بدر منعزل، على هذه الاطلاله الجميله. ارحب بحضراتكم مره ثانيه اللي انضموا الينا في هذه الليله الطيبه. اخويا فارس، ارحب بحضرتك. السؤال اللي انا بطرحه عليك وعلى الساده المشاهدين وايضا على كل ضيوفنا، وهو كيف يمكن للنظام الجزائري ان يتلاشى الشرر الذي قد يتطاير من هذا الحدث السياسي الذي نحن بانتظاره على بعد امتار قليله منه 14 ديسمبر الحالي. اخويا فارس، مرحبا بك. السلام عليكم أستاذ رحالة رزق، تحياتي أخي. أنا سأعطي واحد الملخص على أولا قبل 14. سأعطي واحد الملخص. ربما أنا كنتابعك، يعني كنتابع اللايفات ديالك، ولكن ما شفت شي حد طلع وعطى هذا الملخص في اللايف ديالك، مع العلم أن اللايف يستحق هذه المعلومات دوز فيه. ابتداء من ثورة نوفمبر 1 نوفمبر كانوا هناك مفجرين نعم استنى أخي. كانوا هناك مفجرين ثورة 6 يسمون ب5+1 أخي رزق، 5+1 اللي هو ديدوش مراد رابح بطاط العربي بن مهيدي بن بولعيد بوضياف +1. ما معنى زائد 1؟ هو كريم بالقاسم. احكي على هذا كريم الثورة بالقاسم. اسمع ولدي احكي على اسمع ولدي الله يرضى عليك. اسمع ولدي الله كريم، من فضلك لك حق الرد لو سمحت. ابقى من فضلك معي باحترام، ولك حق الرد، مش مشكله خالص. ارجو اخوي العزيز لو في حد من اخوة المشاهدين لا ينزلوا خلوه معنا. ارجوكم ان تنزلوا احد له حق الرد، الجزائريين اللي هم طبعا معنا. تفضل اخي الكريم. قلت لي مجموعه 5+1، ماذا تقصد بهذه المجموعه اخي الكريم؟ تفضل. هذه يسمونها المجموعة 6 مفجرين الثورة 6، لكنهم هم يسمون بال5+1 مفجرين الثورة 6. ديدوش مراد رابح بطاط العربي بن مهيدي بن بولعيد بوضياف +1 هو كريم بالقاسم. هذا كريم بالقاسم قبائلي. طيب اخي رزق، هذا كريم بالقاسم من الخمسه الاعضاء ديال مؤتمر الصمام في 1956، مخرجات البيان التاسيسي 20 اوت 1956، اللي هو سعد دحلب وبن خده وعبان رمضان والعربي مهيدي وكريم بالقاسم. يعني هذا كريم بالقاسم اللي هو قبائلي، هو من المفجرين الثوره 6، هو من الخمسه ديال مؤتمر الصمام، هو اللي اسس الحكومه المؤقته، وهو اللي فاوض فرنسا على اتفاقيه ايفيان، وهو من وقع اتفاقيه ايفيان، وهو رئيس المجلس التنفيذي. وهذا كريم بالقاسم هو من ارتد. نعم كريم بالقاسم قبائلي. نعم تفضل. نعم هذا كريم بالقاسم هو من وقع اتفاقية إيفيان، وهو من ارتد على بن بلة وبوخروبة وأراد في انقلاب 1967 عندما دار انقلاب طاهر الزبيري، كان بمخابرات مع كريم بالقاسم، ثم هرب إلى المنفى إلى ألمانيا فقتلوه في ألمانيا. هذا الإنسان لا يستحق القتل، هذا كان يستحق الرئاسة في الجزائر بعد خروج فرنسا، لأن كل ما وقع في الثورة كان بيد كريم بالقاسم. ثاني شخص وهو مهم أكثر من كريم بالقاسم هو الحسين أيت حمد، وهذا إنسان قبائلي. هذا الحسين أيت حمد من المجموعة 5 اللي كانوا معتقلين في فرنسا، هو محمد الأشرف وبن بلة وخيضر وبوضياف والحسين أيت حمد. هذا الحسين أيت حمد ارتد على النظام ديال بن بلة وبوخروبة عندما انقلبوا على الشرعية الثورية.
ما معنى انقلبوا عليها؟ كان هناك 6 ولايات متناحرة فيما بينها في 1962 عندما خرجت فرنسا. شعباني كان في ورقلة، والحسين أيت حمد ومحمد الحاج كان في القبيل، وبن بلة كان في الولاية الرابعة في وهران، وبن خدة كان في العاصمة، يقتتلون فيما بينهم، كل منطقة عندها جيش وكل منطقة عندها حاكم، ويسمون الحرب ب7 سنين بركات. الشعب من يقول هذا الشعار 7 سنين بركات. هنا ماذا وقع؟ اعتقلوا الحسين أيت حمد وحكموا عليه بالإعدام، مع العلم أنه قبائلي ومن الزعماء ديال الثورة. وجاء الانقلاب 65 ديال بومدين على بن بلة وأيد حكم الإعدام، وهرب الحسين أيت حمد. صديقي العزيز، نعم. أرجوك، ما لدينا الوقت وأنت ما شاء الله عليك واضح أنك عندك معطيات يعني رائعة. أرجوك تعطيني كده يعني بعض، يعني لا تسرع فيما تعطيه من لأن أنا بسجل. قلت لي الآن 6 ولايات كانت متناحرة فيما بينها، كل ولاية كان فيها قائد، وقلت أيضا مما قلت الآن أنه تم نعم. القبض على وأعدم على من هذا الرجل؟ من هذا حسين أيت حمد. حسين أيت حمد. لماذا أعدم؟ حيث هو قبائلي فقط لا غير، ولا انه هو زعيم قبائلي؟ لا، ولا انه خرج عن منهاج الثوره؟ لا، هو أسس حزب ضد بن بلة وبومدين، هو أسس حزب ضد بن بلة وبومدين، وأراد الانقسام على الجزائر لأنه يحمل السلاح، حمل السلاح على بن بلة وبخروبة إلى أن جاءت حرب الرمال. بعدها اعتقل حسين أيت حمد وقتلوا أعدموا شعباني كان قائد في ورقلة، حتى هو قبائلي. هم قتلوا الزعماء القبائليين البارزين كلهم قتلوا، منهم شعباني وخضر والحسين أيت حمد وكريم بالقاسم، هادو كلهم تمت تصفيتهم إلى أن وصل 1980 جاء الربيع الأمازيغي. هنا الربيع الأمازيغي دخلوا على الجامعات. الصوت أخي رزق، الصوت. السلام عليكم. الصوت أخي رزق. الصوت. شكرا لك والله العظيم. اخي العزيز فارس، قلت لي او انت قلت لي الان ان الدوله الجزائريه كان هناك 6 ولايات، كان كل ولايه فيها يعني فارس او كل ولايه فيها قائد يتناحروا فيما بينهم، وفي النهايه تم القبض على من نعم. مثلا احد زعمائهم حسين أيت احمد وتم اعدامه، وهناك من فر طيب ما هو بن بلة، انت قلت بن بلة ايضا كان من الامازيغيين وتولى السلطه، ابو ضياف تولى السلطه، اذا ما تضير هنا. لا، بن بلة ليس من الأمازيغيين. طيب بن تفضل. بلة مراكشي، الأب ديالو والأم ديالو مراكشيين. نعم. طيب انت اذا عايز تقول، عايز تصل لرساله ان الامازيغ او هذه المناطق كانت مضطهده وهم الذين قادوا الثوره الجزائريه ضد المستعمر، اليس كذلك؟ نعم. طيب وفي النهايه نعم في النهايه شفنا ان الذين سرقوا الثوره وسرقوا الكفاح المسلح ليسوا يعني سرقوها حتى من الامازيغيين او مناطق او زعماء القبائل وصاروا بالسلطه، وليس هذا فحسب، بل انا شفت مثلا وقرات ان الاخوه في المناطق القبليه عملوا معامله كانت شديده القسوه، وايضا كانت اللغه بالنسبه لهم محرمه، او قامه الاحزاب او بتاع، وشفنا حتى انتفاضات عده لهذه المناطق ضد الدوله الجزائريه، ضد الحكومه المركزيه في العاصمه الجزائر. اخوي العزيز فارس، واضح انك ما شاء الله بنك من المعلومات، ارجو ان تبقى معي حتى نسمع يعني ايضا اخ جزائري يرد على ما قلته. اخوي الجزائري، سؤالي الحدث الاهم بالنسبه للجزائر اعتقد يعني على الاقل في هذه الايام هو ما سيجري وما سيعلن عنه يوم 14 ديسمبر الحالي. برايك ما هي الطرق التي يمكن للنظام الجزائري ان يتلاشى هذا الشرر القادم اليهم من باريس العاصمه الفرنسيه؟ تفضل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. مرحبا اخي الكريم. شكرا لك، تحية لك وتحية لضيفك. يعني بادئ ذبت، يعني ضيفك من المغرب يعني يضرب أخماسا في أسداس. أيت أحمد الزعيم البطل أيت أحمد لم يتوفى إلا من سنوات قليلة ولم يعدم. أغلب كلام الذي تفضل به كلام خاطئ، يعني بعيد كل البعد عن الحقيقة التاريخية.
أحمد هو الذي تسمى به ملعب تيزي وزو لم أقل الأخير. أعدم، قلت حكم بالإعدام وهرب إلى سويسرا في 1966. لم أقل خليني أعدم، أكمل أخويا. حكم عليه قلت بالإعدام أعدم. وجاء انقلاب بوخروبة في 65 وأيد حكم الإعدام وهرب إلى سويسرا في 1966 اصبر يا أخي، اصبر إلى يا أخي، أن أنت جاء قلت في أعدم. 1992 وأعطته جبهة الإنقاذ الرئاسة ورفض الرئاسة في 1992. شكرا اخي فارس، ابقى معي من فضلك اخوي فارس. لا تقاطع. تفضل لا اخوي تقاطع. العزيز، تفضل. لا تقاطع رجاء. هو الرجل شوف يا أخي صحح العزيز، معلومه يمكن انا استمعتها بالخطا، انا اللي بعتذر منه، انا اللي سمعتها خطا ورددتها خطا كمان، فتفضل. هو الرجل قال لم يعدم. تفضل اخي الكريم. نعم، شوف يا أخي العزيز، يعني كنبذة تاريخية مختصرة. الجزائر في القرن الثالث قبل الميلاد وحدها ملك عظيم اسمه الملك ماسينيسا، عندما وحد نوميديا الغربية ونوميديا الشرقية. ومنذ ذلك الزمان توحدت الجزائر وهي موحدة إلى اليوم 23 قرن، مثلما نعم. وحد الملك مينا الأول المصري، وحد مينا مصر نعم. العليا ومصر السفلى، يعني في القرون الغابرة، وبقيت مصر موحدة. فكذلك الجزائر تاريخيا أرض موحدة. عكس المغرب مثلا. انا مانيش عكس المغرب تاريخيا مقسم: اماره فاس، اماره مراكش، سجل ماسا، الريف. تاريخيا هو مقسم وكانت وقعت بيناتهم مشاكل وكذا، لكن الجزائر تاريخيا موحده. يعني من وادي ملويه الى الوادي الكبير الجزائر موحده. يعني ما يدعيه الاخوه المغاربه ان هناك يعني دعوات، يعني بعض الشباب الذي لا يعرف تاريخه المغرب لا هم يدعي يعني أخي يسعون الكريم، وراءه. الرجل في فرنسا، يعني المغاربه لا يدعون، احنا نحلل ما يجري بعيدا عنا. هذا خبر العالم كله تحدث عنه، بعض حتى الصحافه والوسائل التلفزه حتى الاجنبيه تحدثت عما هو منتظر ان يقع في فرنسا من قبل فرحات المهني وزملائه، يعني اعتزامهم قيام دوله. اذا المغاربه لم يبتدعوا حدثا من الخيال. تفضل. فرحات مهندي يعني أعلن عن قيام هذه الجمهورية الكرتونية التي يعني لم تسح حتى قاعة واحدة 20 مرة. يعني هو راه من التسعينات هو يعلن في هذه الجمهورية. لكن الحقيقة يعني يا أخي رزق، منطقة القبائل هي قلب الجزائر النابض. من هذه المنطقة خرج الزيريون الذين وحدوا كل الشمال الإفريقي، بلوغين بن الزيري من هذه المنطقة يعني انطلقت ثورة التحرير المظفرة. من هذه المنطقة يعني أعظم رجالات الجزائر ومن علمائها وجمعية علماء المسلمين طاهر أيت علجات المعروف اليوم يعني رحمه الله، يعني كلهم خرجوا من هذه المنطقة. هذه قلب الجزائر النابض، لم تتجزأ ولم تنفصل عنه في يوم من الأيام. يعني الإخوة المغاربة ماذا بهم يقرؤون مليح تاريخ الجزائر. موضوعنا القبيلة بولوغين، موضوعنا القبيلة بولوغين، موضوعنا القبيلة. وهو وقع. اسكت يا أخي. رجاء أخوي، أنا صديقي العزيز فارس من فضلك دع الرجل يكمل، ثم ارجوك اخي الكريم. انا برضه سؤالي، ارجوك يا اخويا الفاضل، انا سؤالي كيف، انا اؤمن تماما ان هذا جزء اصيل من الشعب، من مكون الشعب الجزائري، وانا هنا اطرح سؤال: ما هي الطرق التي يمكن للنظام الجزائري ان يتلاشى الشرذ او الشرار، او نقول ما سياتي من نتيجة هذا القرار القادم من فرنسا من خلال عباس مهني؟ ما تقوليش هم صغيرين وحبة صغيرين، ده كلام. أرجوك يا أخي الكريم، أرجوك لا تستهين بناس استقبلوا في البرلمان البريطاني، مجلس العموم البريطاني، أيضا استقبلوا في دول عدة، والآن هم في حضرة فرنسا. وما أدراك ما فرنسا، المستعمر المجرم الذي جميعنا أو كلنا نتفق على أنه مجرم. ألا تتفق معي أنه يجب على النظام الجزائري أن يحتاط الآن ويتخذ مجموعة من الإجراءات ليتلاشى ويفسد هذا؟ أنا معكم والله العظيم. اديني بعض الروشتات العلاج لنفسد هذا الحدث. تفضل. انا مثلا اقترحت مثلا مما كتبته، انا اعتذر منك عشان تاخد السؤال بقى وترد عليا. مما كتبته انا قلت: لماذا لا يعني فتح قنوات حوار داخلي؟ ليه ما تفتحوش حوارات يعني قنوات الحوار الداخلي مع هؤلاء الناس، خاصة المعتدلين منهم يا سيدي؟ إذا اعتبرنا مثلا أن فرحات مهني يعني به شطط في هذا الفكر الانفصالي. تفضل.
يا أخي الكريم، قلت لك فرحات مهني، وهذا هذا الفصيل الذي يدعي يعني الانفصال، هذا راه في سنوات، راه من 20 سنة هو كل سنة يعلن الانفصال يا أخي العزيز. لكن هذا الفصيل يا أخونا نحن لا نقيم له وزنا، لأنه فصيل يعني غير مؤثر على الإطلاق. يعني ما كاش جزائري اليوم، أنا عايش في الجزائر والله ما كاش راه سمع بهم واحد في الجزائر. هذا الحدث حدث كرتوني مضحك، يعني لن يؤثر، يعني لن يحرك شعرة يعني في صدر الجزائر أخي العزيز. هذا حدث يعني تافه، لأننا نحن كما قلت لك الجزائر تاريخيا موحدة. الجزائر ليس فيها مناطق يعني تطلب الانفصال أو تدعو إلى الانفصال، لأنها تاريخيا موحدة، عمرها ما انفصلت. منطقة القبائل، الأخ تفضل قال لك إمارة كوكو، هذه إمارة كوكو لم تكن دولة. هذه في فترة من الفترات ظهرت يعني منطقة أو إمارة صغيرة، يعني دامت لبعض السنوات وانتهت، ولم تكن أبدا، ولم ترقى إلى الدولة مثل ما عندهم في الريف، التي كانت دولة من 1921 إلى 1956، وعالم وطوابع بريدية وعملة وحكومة. نحن هذا لم يكن عندنا، هذا لم يكن طوابع بريدية وعملة وحكومة. هذا لم يكن عندنا. هذا تفضل. عندنا احنا هذا ما الذي يعني ما يسابقون له ليس حدثا عندنا. ونقول لك بأن أنا كجزائري والشعب الجزائري لا يقيم له أي وزن هذا. نعرف أنه سخافة، يعني مجرد سخافة يقوم بها يعني يعني بعض الناس المتشردين في الخارج. يعني هؤلاء يمثلون القبائل في يعني الجزائر، يعني راها فرنسا اخي منطقة. الكريم صديقي شوف، العزيز، دعني احاولك ارجوك. انت الان لم تعطيني اي رشد خالص. انا قلت لك مثلا على سبيل المثال، يعني افتحوا قنوات حوار مع هؤلاء الناس، خاصه المعتدلين منهم. والا انت عارف دائما قنوات الحوار هي اللي بتفتح الافاق، ونعرف ما في عقول هؤلاء الناس، ويمكن مزيد من الاصلاحات اخرى دائما، ممكن حتى تعديل الدستور ولما لا، واعطاء مزيد نقول ايه الصلاحيات لهؤلاء لهذه المناطق. لاني انا من خلال حتى ما قاله اخونا العزيز حميد، وهو اول واحد متداخل معي الجزائري، وسرد لي مجموعه من الصدمات السياسيه والامنيه والثقافيه مع سكان هذا الاقليم. اذا في مشكله، لا تقول لي كده ان هذا الرجل نبت شيطاني، انا اسف الكلمه والله، نبت شيطاني وكان نايم كده في الليله وصحي قال لك جمهوريه القبائل. بالتاكيد هناك له رصيد شعبي داخلي يساند هذا الطرح، ومن ثم الرجل سيخرج يوم 14. اذا لم استمع برضو من حضرتك على اي نعم. يعني ممكن اي حاجه ممكن تجعل النظام الجزائري يتلاشى، او اي فكره حتى يعني يتلاشى بها ما هو قادم من فرنسا. شوف يا أخي العزيز، شوف قبيل في 2019 كانت هناك مسيرات كبيرة، يعني الحراك المعروف الوقع في الجزائر. كان تخرج هذا نعم. الفصيل، كان يحمل حتى العلم تاعه هذا علم الانفصال، وكان يجوب به الشوارع، ولم يعتقلهم أحد ولم يتعرض لهم أحد طيلة يعني ربما سنتين، وما يخرجوا في كل أسبوع يعني ويهتفون بالشعارات، والدولة الجزائرية لم تعترض لهم أبدا. باي شعارات يا اخي قضية الكريم كان المطالب، بيطالبوا؟ اي شعارات كان بيطالبوا؟ الماك، هذا الناس الانفصاليين، هذا في قلب الجزائر، في الحزب قلب يسمى. الجزائر. لا، ايه نعم، كان خرج في الجزائر وحمله في تيزي وزو، في المناطق هذه التي يعني يدعي يعني ان له يعني وجود فيها. يعني خرجت يعني بعض العشرات او بعض المئات، حملوا هذه والدوله لم تعترض لهم، طالما انها كانت حركه يعني سلميه غير مسلحه لا تحمل السلاح ضد الدوله لم تتعرض لهم. طب قضيه الامازيغ يا اخي، لماذا يعني صنفتهم بالارهابيه طالما انهم سلميه؟ انت قلت اعترفت الان انها حركه سلميه، لماذا صنفت او الدوله صنفتهم بانهم حركه ارهابيه، وبالفعل اصدرت ضدهم احكام نعم ارهابيه، احكام بالاعدام؟ نعم، لانهم في فتره من الفترات يعني تحولوا من هذه السلميه التي يعني كانت عندهم، وكانت يعني توضيح مقبوله، اخي وكان رزق، اخي رزق، لا لا لا، اذا امكن توضيح، انت لا اذا امكن تتدخل يا توضيح، ما فارس. عنديش انا خاصيه انا ديال لم اقاطعك، الكتابه. انا لم توضيح اخي رزق، اقاطعك يا توضيح. اخي. حاضر يا اخوي العزيز، حاضر اخوي خليني فارس. اكمل اخي المداخله فارس تاعي اكمل ثم وقول. وضح براحتك اخي الكريم، نعم، تفضل. فيما يخص الامازيغيه يا اخي العزيز، الامازيغيه في الجزائر، المجال الذي فسحتها النظام الجزائري او الدوله الجزائريه للامازيغيه لم يفتح في اي مكان. عارف شرفين الاخ. طيب كان معنا جزائري اخوي العزيز فارس، اردت ان تاتي لي بتوضيح. تفضل ان يعود مره ثانيه ضيفنا الكريم من الجزائر اخوي نعم، العزيز فارس. لان هناك بعض المغالطات اخي رزق. نعم. نعم، هناك بعض المغالطات. الماك لم تتأسس إلى بعد الربيع الأسود. هناك ربيع أمازيغي في 1980، وهناك ربيع أسود في 2001.
عندما خرجوا القبائليين قتلوا منهم 128 قبائلي. الربيع في أي سنة الأسود الكلام ده؟ 2001، ولم 2001. تتأسس الماك إلى 2001. الربيع الأسود 2001 والربيع الأمازيغي 1980. نعم. الربيع الأمازيغي قتلوا فيه 426 قبائلي، والربيع الأسود قتلوا فيه 128 شخص. نعم. شكرا أخي العزيز. واليوم أخي أنا لماذا قلت لك توضيح؟ لأن اليوم في الجزائر هناك فريق اسمه جيسكا ديال القبائل. اليوم كانت مباراة كرة القدم، خرجوا ورسموا راية الجزائر بالكرتمة ديال جيسكا، ووضعوا الراية الجزائرية وسط المركب الرياضي، وخرج الجمهور بصافرات التهجين، يعني يصفرون غير راضين، يعني وضعوا راية كبيرة ديال الجزائر فخرج الجمهور ليصفر غير راضي على ذلك الراية، وأخذوا الفريق جيسكا بشعاره القديم فزادوا عليه الراية الجزائرية في الكتمة ديال جيسكا. اليوم تحديدا. جميل جدا هذا لأن الموضوع. هذا نعم. نعم. طيب اذا خليك معنا اخوي العزيز فارس، ورحب باخونا العزيز فيفا موا، ارحب بك هنا العيون الجميله. اخي الكريم، كيف يمكن للنظام الجزائري يتلافى ما هو قادم من فرنسا؟ الا تتفق معي انه على الدوله الجزائريه الا تضع راسها في الرمال وتتحرك بشكل او باخر لمنع هذا التسونامي السياسي القادم من باريس؟ أنا مثلا بقترح لماذا لا يتواصل النظام الجزائري مع فرنسا ليثني باريس عن استقبال هذا الإعلان القادم من هناك؟ تفضل أخي. يعني انت تقصد باش ترجع الجزائر البيت الطاعة، قصدك انت ترجع الحضن تاع فرنسا، يعني مثل ما راهي المملكة المغربية، هذا هو قصدك؟ انت رأيت هكذا؟ تفضل. لا اسمعني، انا فاهمك الاخ رزق. هذا الشيء اللي راهو يديروا هذا واسمه المغني هذا فرحات مهني، يعني انت كنت قبيل تقول باللي فرنسا وما ادراك ما فرنسا، وفرنسا من تتبنى هذا الشيء، يعني في بالك هذا الشيء راهو يسيء للقبائل الأحرار اللي حملوا السلاح ضد فرنسا. كيفاش اليوم يجي هذا، يعني هذا كي يسموه هذا اللي يدير الحركة تاع الماك، يعني هو يجي يدير يده في يد فرنسا باش يبين باللي هذه كما يقول لك خطة فرنسية، لما فرنسا تعجز عن اللي يدير الجزائر تلجأ لهذا كما يقول لك هذا الخطط الحمقاء الغبية اللي يعني ما عندها ولا اساس ولا اي شيء ولا حتى حاجة. هذه مش المرة الأولى، مش المرة 100 ومش المرة 1000. فرنسا ديما تخدم بهذا، هذا أداة في يد فرنسا. لما تحب تحركوا فرنسا تحركوا، ولكن وين يتحرك؟ يتحرك في شارع باريس والحراسة الفرنسية، المظاهرات 30% ماكيست، 70% مغاربة. وشفنا حنايا الأعلام المغربية مع العالم المصطلح هذا تاع فرحات مهني المغني هذا، يعني جنب اللي جنب، يعني والمغرب يرعى هذه المسيرات. وانت قبيل كي تقول انت باللي المغرب لا دخل له في الامور هذو، يعني احنا شفنا عمر هلال هدر في الامم المتحده ماشي مره وماشي زوج، وعلى جال هذو تاع استقلال القبائل وكذا. وهذه كانت واحده من الاسباب اللي خلات الجزائر يعني طلبت توضيح الجزائر من المغرب، والمغرب ما ردش. كانت من اسباب قطع العلاقات. يعني سبحان الله العظيم، يعني اليوم انتم بالطرح تاعكم هذا يعني وبالاجتهاد تاعكم، يعني نشوف فيك الاخ رزق راك تتعب، والله راك تتعب على الموضوع هذا بزاف، راك تجتهد ليل نهار يعني، ولكن ولا حدث هذا الشيء في الجزائر. وثانيا القبائل الاحرار ما يرضاوش باش يكونوا كما يقول لك عملاء تاع فرنسا. انا موضوعي يا فيفا، اسمعني ارجوك، اسمعني يا المستعمر اليوم يحطوا اسمعني يا فيفا. طيب ما تسمعني ليه؟ هذا الشيء حتى اسمعني. الانسان يضر السمعه تاع القبائل، لانه القبائل شرفاء. خليني نكمل من فضلك. انت طرحت عده نقاط. اسمعني. لا حول ولا قوه الا
لا ما تفضل تقاطعنيش، ما تقاطعنيش، ما تقاطعنيش. هاي هاي. تفضل تفضل يا اخي. ايه فيفا دوك مو انت تفضل. الاخ رزق يعني قبيل تقول له انت كان الاخ الجزائري هنايا هذا اللي نزلته، الله يسلمك. الاخ الجزائري اللي كان انا اللي نزلته درك، يعني انت قلت له علاش الجزائر ما تفتحش قنوات يعني حوار. راك تسمع فيا ولا لا لا؟ اسمعك اسمعك يا اخي الكريم، تفضل اسمعك. عندك مشكله على فكره في الصوت يا اخويا راك فيفا. تسمعني الاخ رزق؟ بسمعك اتفضل، انا سكت. الناس سامعني يا اخويا العزيز فارس او العالمي، سامعني ولا صوتي متقطع؟ مسموع مسموع مسموع. اذا عندك انت المشكله يا اخويا لا فيفا. مسموع، الصوت ديالك مسموع مسمع. تو اه سول هاد لي اه فيفمون تو مسمع سول معليش بالطبيعة هو صوتك. اسمعني. انا الاخ رزق، انت قلت له علاش الجزائر ما تفتحش يعني حوار مع الحركه هذه تاع الماك. انت ما نعم تعرفش باللي الجزائر ما تحاورش مع الارهاب. الجزائر ما تحاورش الارهاب، نعم. ما عندناش حوار مع الارهاب. ونعطي لك في القضيه نتاع تيغنتورين لا يعني اكبر تعيد مثال، لا يعني تعيد هذه لما الكلمة حبت مرة تتدخل. أخرى، لا اسكت تعيد هذه الكلمة، ما اسكت تعاودش هذيك الكلمة مرة اسكت يا أخرى باغي تضيع سيدي. الغاز، اسكت لي كتعاودها تمك. اكسبري. اسكت الله يلعن ينعذبوك. جد بوك الكلب، ما اسكت تعاودش هذيك الكلمة، اسكت ما ينعذبوك. تعاودهاش، الله يلعن جد بوك الكلب. يتعمد إعادة الكباب حتى يسقط هذا اللايف، وهذا شكرا خبيث. اخي العالمي، شكرا اخي العالمي. انا نزلته مش عشان والله الكباب وتعمده ذكر كلمه الكباب، ولكن عشان حينما سبب الفاظ النبيه هنا لا مكان له عندي. اخوي العالمي ارحب بحضرتك. الجزائر او المنطقه، خلينا نقول قبل المنطقه. الترحيب اخي ريس، تفضل قبل الترحيب تفضل. اطلب شويه تكبيس. اخوان المغاربه الله يجازيكم بخير، كبسوا شويه لان اللايف راه ما زاقيش، راه الصوره ما تتوضحش مزيان والصوت كيتقطع. الاخوان الله يجازيكم بخير كبسوا شويه. شكرا. اخوان المغاربه ارجو الله الاخوه اللي يجازيكم بخير معانا كبسوا شويه. كبسوا شويه لو سمحتم، من فضلكم كبسونا شويه لو سمحتم. انا والله يعني احنا يعني نطلب منكم القليل، يعني مجرد انك جالس وتكبس شويه مثلا وتعمل بارتاج اللايف اذا تكرمتم. احنا بنتكلم في موضوع الحمد لله موضوع محترم يعني، والحمد لله ياتي الينا ايضا محاورين او يعني ضيوف عفوا ايضا محترمين واصحاب يعني كلمه واصحاب فكر، فعلينا ان نعاون بعضنا البعض يعني. وانتم يعني احنا من غيركم ولا حاجه كما نقول يعني. ارحب باخوي العزيز العالمي، شكرا اخوي فارس. والله اخوي العالمي، الجزائر مقبله على نقول حدث سياسي مهم جدا. برايك كيف يمكن ان يتلاشى النظام الجزائري ما قد يعني ياتيها من شرر متطاير شاءت ام ابت من هذا الحدث؟ تفضل. أنا قبل الإجابة على هذا السؤال بعدك، أنا صديقنا فارس هذا خزان معلومات كبير جدا ويعلم، له الكثير وأنا أتعلم منه دائما وفي كل يوم. وتعلمنا من عنده مسألة المتعلقة بمؤتمر الصمام وما وقع بعد، مجموعة ديال الأشياء اللي هي صراحة كتبين التاريخ الجزائري كيف هو هذا الحجم ديال الانقلابات، انقلاب على الثورة، انقلاب على المبادئ، انقلاب على مجموعة ديال الأشياء، وهذا مسألة أصبحت عادية في الجزائر. مسألة أخرى، وقبل أن أجيب على السؤال ديالك المرتبط بالقبائل، أن الشخص الجزائري اللي قبل هذا الذي كان اللي دخل هبط مرر مجموعة من المغالطات. يقول على أنه لم تكن هناك مملكة كوكو وقزمها بطريقة غبية، ومن أجل من تقزيم هذا الموضوع استشهد بجمهورية الريف التي كان لها علم وكان لها العملة. ما عرفتش الدار السكة في كانت عنده تما وقيلة في خنشلة، ويقول عندها طوابع بريدية وعندها دولة متكاملة. ما عرفتش من أين أتى بهذه الأشياء. العجيب والغريب أنه الجزائري عندما يريد أن يقول شيئا يجب أن يمر على آلة الكذب، وهذا لا يمكن أن نؤسس تاريخا ولا يمكن أن نؤسس فكرا بالكذب. وبالتالي المسألة هذه مردود عليها، لكن هو عرف راسه
أنه تمادى كثيرا في الكذب، لهذا أنه هو اللي نزل من القسط. مسألة أخرى وبالنسبة للمرتبطة بالقبائل، أنا شخصيا أتباهى مع المغرب. والمغرب إلا مشيتي شفتي الدستور ديالو، المغرب مع الوحدة الترابية للدول. هذه مسألة مبدئية عندي. لكن الجزائري عندما كيطلع هنا ويتباكى علينا ويقول على أنه عمر هلال قال استشهد بالقبائل ودافع عن استقلال القبائل، هذا كذب. عمر هلال كان فقط في رده على المندوب الدائم للجزائر بالأمم المتحدة بمجلس الأمن عندما دافع على تقرير المصير للشعب، ما يسميه بين قوسين الشعب الصحراوي، وقال أن هذا مبادئ ديال الدولة الجزائرية ولا يمكن أن تتنازل عليها. وعمر هلال قال عندما تكون أنت مبدأ فلا تمارس علينا الانتقائية، هذا المبدأ يجب أن تبدأ به من داخلك. وهنا إشارة كانت واضحة للقبائل، هذا كان ردا يثبت على أنه الجزائر لا دولة مبادئ ولا هم يحزنون. إن كانت الجزائر تؤمن بمبدأ تقرير مصير الشعوب فعليها أن تبدأ من الجزائر لا من خارج الجزائر. مسألة أخرى، الجزائريون عندما يتكلمون على فرحة مهني وعلى الماك وعلى الإعلان ديال الدولة، الاستقلال ديال دولة القبائل، هم يحاولون الاستصغار، لكن في الإعلام الجزائري شيء آخر. الإعلام الجزائري لمدة أكثر من 12 يوم متتالي لا يتكلمون إلا عن كبابية هذا التنظيم، ولا يتكلمون إلا أنه هذا التنظيم مدفوع من طرف الخارج، في إشارة إلى المغرب وإسرائيل وفرنسا. ولكن هم يعلمون جيدا على أن هذا الإصرار على الاستقلال ديال دولة القبائل والشعب القبائلي هو ناتج عن صراع قديم ما بين القبائليين والجزائريين. وأنا أقول هكذا عندما ألتقي قبائلي وأقول هل أنت جزائري، يقول لي بردة مباشرة أنا لست جزائريا رغم أنني أحمل باسبور جواز سفر جزائري، لكنني قبائلي ولست كالغوليا ولا جزائريا. وهم يستصغرون هذا الإعلان، لكن عندما تكون دول تعترف أو تتقرب أو أنها ستفتح أبواب لهذا التنظيم، فاعلم أيها الجزائري أنه من خلال هذه الدولة سميها كما شئت، مصطنعة كرتونية، فهي ستكون ورقة لابتزازك وورقة للضغط عليك، وسيمكنونها من الوصول إلى كل المؤسسات. ولك في البوليزاريو الذين دعمتموه بالمال وأصبحت كل سفاراتكم وقنصلياتكم مرتعا لهم، وهتذوقوا هذا الابتزاز الذي سيمارس عليكم، لا من الاتحاد الأوروبي، لا من دول أمريكا، لا من مجموعة ديال الدول. اليوم كنشوفوا على أنه تم فتح قنوات الاتصال مع إنجلترا، بالبارحة كانوا كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وفي رضاهات الأمم المتحدة في نيويورك. بالأمس القريب كذلك فتحت لهم أبواب مجلس الشيوخ بفرنسا، القنوات الرسمية في فرنسا وفي أوروبا فتحت لهم. ستتذوقون ما ذاقه المغرب، وصعيب على أنكم على قطعك هنا. أرجوك أن أعلم ما أنتم عليه من آلام، لكن أرجو أن أسمع منك إجابة كيف يمكن للنظام. خلينا الأول كده يعني شوية نرد على السؤال بتاعي، وننسى شوية وقليلا. عارف طبعا النسيان صعب شوية، ولكن أرجوك رد على سؤالي. كيف يمكن للنظام الجزائري ما هي الإجراءات من وجهة نظرك التي يمكن للنظام الجزائري أن يقوم بها ليتلافى هذا الحدث المنتظر؟ اسمعني خير رزق، بالتجربة ديالنا المغرب دولة عاقلة شنو بغيت نقابل الصاكه بلاصتي نقادها وعاد كننزل ونتقضى نهار اللي وصلتي على الصاكه. اخي فارس قطع الميكرو راه نولي في شأن عائلي. فارس قطع الميكرو، شكرا. قلت لك اخي رزق
صعيب على النظام الجزائري أن يتقبل الاختلاف، صعيب على نظام الكبرانات أن يفتح قنوات التواصل مع ناس الذين ينتقدون، رغم أنني أعلم على أن أكبر ولا من الأكثر المسؤولين السامون بالجزائر هم قبائليون، وأعرف على أنه أكبر الناس الذين يتحكمون في سوناتراك وسونالغاز هم قبائليون، وأعلم على أنه أكبر فئة مثقفة واللي عندها مستويات كبيرة في الجزائر هم قبائليون، وأعلم على أنه استقلال الدولة طيب القبائلية. يعني يا اخي الكريم اسمعني اخوي العالم قطعك، يعني نعم. اذا انت قلت الان يعني القبليون متوغلين في مفاصل الدوله، اذا ماذا يريدون اكثر من ذلك؟ شوف، تفضل. هاد المسألة هذه عند من خلال القبائليين كلامك انت متوغلين في سنتراك في مناصب كبيره، يعني اذا الناس لهم سلطه، لهم قرار في اداره الدوله، اذا ماذا يريدون اكثر من ذلك؟ اتمنى ان اسمع منك الاجابه يعني. نتكلم عن التواجد في المسؤوليات الكبرى داخل مؤسسات اقتصادية، ولا نتكلم عن القرار السياسي. القرار السياسي عند الكبرانات وعند الجيش الجزائري فقط، يجب أن نميز بين الشيئين لأنه فرق كبير. ولكن هذه نعم. المسألة ديال الجزائر، فتح قنوات للحوار وفتح مسألة ديال المصالحة ما بين القبائل وما بين الجزائر كنظام، لا أتكلم على الجزائريين، ولكن أتكلم عن النظام الجزائري في التعامل ديالو مع هذه المنطقة. هل تعتقد أخي رحال على أنه القبائلي سينسى الحرائق المتعمدة في منطقته؟ هل يمكن للجزائر اليوم أن يصعد إلى هذا القسط ويقول لنا كم عدد المسجونين، وهل يمكن للجزائر أن يكون صادقا مع نفسه ويخرج اليوم أنه الحراك ديال 2019 أكثر الناس الذين تم اعتقالهم هم قبائليون؟ هل يمكن أن التاريخ أن تمحيه الجزائر بهذه الطريقة؟ يمكن أن تتصالح مع القبائل بأدوات إنسانية، بتفاوض، بفتح، بإعطائهم حقا في حكم ذاتي مثلا، أو في فتح قنوات الحوار، وهذا يمكن يخفف. لكن الجزائر نعرفها كيف تتعامل، هي صوت واحد، وكل من خرج عن صوتها فهو عدو، وستصنفه كبابا كما صنفت الماك. ما صنفتهم اصلا، صنفوا كبابا يعني. لا، هم تم صنفوا تصنيفه بقانون نعم. ككباب. وهل يمكن طيب لهذه اذا الدولة، اسمعني تفضل هل كمل. يمكن هذه الدولة عندما قررت بطريقة أحادية تصنيف هذا التنظيم عوض احتوائه، عوض فتح قنوات للتحاور معه، عوض أنه تعطيه مجموعة من الأشياء لطمأنته وفتح حوار جاد وحقيقي، تم تصنيفه. وهذا التصنيف يعني صراع وجود، صراع معنوي لا يمكن الحل. إما أن تقبلوا ما نفعل أيها القبائليون، وإما أن تسجنوا. شكرا، خير رزق. شكرا اخوي العالمي. اخوي العزيز، نحن هنا ارحب بحضرتك. استمعت الى اخونا العزيز المغربي العالمي، قال لك يعني انتم، اقول على لسانه يعني انقل لك ما قاله بالضبط، ان النظام الجزائري لا يستمع الا لصوته فقط، انه لا يسمح بالحوار. ولماذا لا يحتوي هؤلاء الناس بالحوار ويفسد ما هو قادم اليه من فرنسا؟ تفضل اخي الكريم. السلام عليكم على كل حال. نشكرك على استقبال ارجو الاخوه الكرام يكبسونا شو من فضلكم، ارجو فضلا وليس امرا، يكبسونا شو من فضلكم. هذا المغربي هذا المغربي المحترم والذي ينتظر فرحات مهني اعلان استقلال القبائل من فرنسا، انا اذكره ان فرحات مهني تم اعتقاله من داخل قناة كانال بليس من قبل الشرطة الفرنسية. هذه واحدة. وأن هذا الحدث الذي تتكلمون عليه لا حدث، غير موجود أصلا، وبقي 3 أيام على المدة اللي كنتم تتكلموا عليها، وسوف نلتقي في هذا اللايف يا الأخ رزق، وأن تجد أن هذا الكلام غير موجود ولا حدث، يعني غير موجود أصلا غير موجود. هذه واحدة. طب ماذا لو أنه حدث بالفعل يا أخي الكريم؟ لا يحدث. أنا نطلع هنا في اللايف عندك هنا مدة 3 أيام وتعتذر للسادة المشاهدين ولي شخصيا. نعتذر لشاهد المشاهدين والمغاربة وللعالم بكله أن هذه المعلومات
غير موجودة أصلا، وأن النظام الفرنسي سبق لاستقبال أحد القنوات اللي هي قناة كانال بلس لفرحات مهني، تم اعتقاله واعتقال القناة وغلق القناة لمدة أسبوع بمجرد أنهم استقبلوا الشخص هذا. طيب هذه باش نقولها لك في الفكرة باش تكون على بالك. طب من اين هذه جئت باش اخوي نقول العزيز؟ انت تاتي لي بمعطيات رائعه جدا، معطيات يعني من خلف الستائر. ارجع من اين جئت ارجع لي من ارجع اين جئت لي اكتب بهذه المعطيات حتى ابشر يا نفسي رجل، واقول لك اكتب. بالفعل شكرا تعال ان رزق تعال. المدني استضاف نعم شخصيات جزائريه ادتنا نعم. معطيات ما رائعه تقاطعنيش جدا من الاخ خلف رزق، الكواليس. ما تقاطعنيش ما تقاطعنيش الاخ رزق، تفضل. انا بس عايز استبين ما والله تقاطعنيش من فضلك، اتبين من اين ما جئت تقاطع. بهذه المعطيات. نعم، حقيقة وخبر صحيح، ولك المواقع، واكتب في اليوتيوب، اكتب في الاخر تسمحوا لي اعتقال ب10 او ثواني اخ اخراج رزق، محررات ب10 مني ثواني في لحظه يا اخوي فقط. قناة كانال العلم، بلس لحظه يكمل الفرنسية. يكمل اخوي ما العلم. قاطعتكش تفضل المغربي، ما قاطعتكش. هذه واحدة. تفضل. الأمر الثاني اللي نقول لك عليه أن القبائل الأحرار موجودين في جميع أنحاء الوطن الجزائري، نعم وأنهم يقيدون قيادة جيش وقيادة أحزاب، من بينها أحزاب الأرسيدي، البيارة، الأفافاس، وقد قدموا مرشحهم في الانتخابات السابقة مع عبد المجيد تبون، وتحصل على مترشح القبائل في حدود 1,800,000 صوت. يعني السلام المرشح عليكم. اللي قدموه القبائل. اثنين، تفضل. الأمر الثاني يا صديقي المحترم، على نقول لك باللي هناك كلام من المستحيل أو غير قابل لتطبيقه أو تجسيده على أرض الميدان، وهو الحدث اللي تكلموا عليه أنتم اليوم. يعني كأنكم تحاورون في الجن أو في الإنس، وما على بالكمش يعني الوضع الموجود في الجزائر. القبائل يا صديقي المحترم في الجهة الغربية الوسطى بوجود أكثر من 5,700,000 قبائل تسكن ما بين ولاية بارن، ولاية بلعباس وبستغاليم وشلف وعين الدفلة. يعني هذو كاع عندهم مشاريع، عندهم يعني مصانع، مستثمرين، صاحب أراضي، أصحاب مستثمرات، أصحاب ذيك. أنت كيف تعقل أن هذه في أكثر 6 ملايين أو 7 ملايين يعني اللي موجودة في عدة ولايات في الجزائر، كيفاش انت تقول باللي هادو ندوهم نجمعوهم في بلاصة واحدة؟ انت ماكش فاهم الوضع في الجزائر، انت ما راكش عارف يعني الوضعية تاع تسمع بكلمة القبائل وفقط. هناك حركة تسمى بحركة الماك، والعام اللي فات حاولت هذه الحركة إدخال شحنة من السلاح عبر ميناء جيجل، وتوصلت لها المخابرات الجزائرية والأمن، وألقي على هذه الخلية. وبعد التحقيق مع هذه الخلية اكتشفوا أن الأموال جمعت من طرف يعني أنصار فرحات مهني، وتم إبلاغ شرطة الانتربول والشرطة الفرنسية والشرطة الدولية حول الواقعة مع إدراجها أخي بملفات. الحبيب، أخي العزيز، نحن هنا نعم ماذا نعم، تقصد؟ لحظة ما ماذا تقاطعنيش. تقصد بكلمة أنصار فرحات مهنية؟ هل مثلا تقصد يعني مثلا أنظمة مثلا بعينها، دول بعينها، لا، أم هو أنصار عنده أصلا في أوروبا، ما عندهاش هنا في الجزائر. عندها بعض الحاشية موجودة يجمعوا الأموال. من القبليين يعني، لا مش لا لا دول موش يعني، لا مش من دول يعني من أشخاص خارجين عن القانون. يعني، يعني قصدي مش دول يعني، ما تم. هياش أنظمة تدفع لهؤلاء الأشخاص لا ليعطوا يوجد فرحات له مهنية. أي تنظيم، لا يوجد له أي تنظيم عالمي أو إنساني أو حقوق الإنسان تدعم هذه الحركة في انا أوروبا. بقول كده ليه؟ ما لان في عندوش. بعض الاخوه الجزائريين صعدوا معي من قبل، اسمح لي والله قطعك، قال لي ان المغرب ما هي التي تقاطعنيش ما تؤيد تقاطعنيش او الأخ رزق. تمول فرحات مهني. عشان كده انا برضو بستفسر يا منك راجل، ان مصادر تمويله فرحات شخصي مني. وذاتي من بعض اصدقائي. وللعلم تفضل. للعلم أن هذا الشخص اللي تكلموا عليه اللي مطلوب للعدالة الجزائرية مصاب بأمراض عدة. يعني ما تقدم بملف، ما قال لهم اعتراف. هذا الاعتراف وهذه إعلان الجمهورية راهي عندكم غير نتوما، يعني لما هي ماشي. موجودة لا في الإعلام الفرنسي ولا في الإعلام البريطاني ولا في أي وسيلة ما.
وبالتالي لا حدث بالنسبة للجزائريين. ونعطيك الحادث أنا باش نورك الأستاذ رزق، نورك والله إلا نورتك قسما بالله العلي العظيم، أن الكلام اللي راكم تتكلموا فيه هو ضرب من الخيال، ضرب من الخيال أصلا. انت ماكش عارف، يعني انتم راكم حاسبين كل نسأل واحد منكم نقول لكم أين هم القبائل، ما تعرفش الولايات تاع القبائل. القبائل موجودين في الجزائر كاملة، ما هوش محسوبين على ولاية تيزي وزو. ولاية تيزي وزو تعتبر 0.5 من مساحة الجزائر يا صديقي المحترم. القبائل موجودين في أنحاء الوطن، في خنشلة، في أضرار، في واد السوف، في ورقلة، في طبازة، في أي مكان. يعني هذو اللي عندهم هوية نقولوا قبائل. والقبائل ما يقصدوش به هنا في الجزائر أنه شخص آخر ومتميز آخر، لا. قبائلي كاين لهجات، يعني عنده لهجة معترف بها في الدستور، موجودة في مؤسسة الدولة، ما يقراوها التلاميذ. يعني تبغي تقرا اللهجة القبائلية، هي منهج معتمد من طرف الدولة، تبغي تقراها كأي لغة أخرى. لكن الحقوق السياسية والحقوق المدنية يمتاز بها أكثر من يعني أي شخص كان، وبالتالي لماذا يا اخي لهم الكريم، قيادات. عفوا دعني اقطعك ارجوك عشان خاطر استفسر برضه منك اشياء، وانت واضح انك ما شاء الله عندك يعني عندك خبايا او عندك اسرار تاتي بها الينا. انت قلت الان كل هذا الكلام فنكوش كاسئله من الصحه وغير موجود الا عندنا هنا بس يعني في ضيفك. نعم. طب يا اخي الكريم، قلت الان انت الان دابه قلت لي ان يعني الحكم السياسيه يتحصلوا عليها، وحتى كان هناك مرشح من هذه المناطق. واذا يا اخي الكريم، ولماذا يعني ثاروا هؤلاء الناس في 2001 وايضا في الربيع الامازيغي والربيع الاسود؟ بماذا تفسر خروج هؤلاء الناس؟ والان اخوي العزيز فارس وهو معنا دابا، هو لسه ما نزلش مشكورا، ايضا جاء اليوم بمعطى جميل جدا حقيقي وواقعي. قال لك كان في مباراه كره قدم تقريبا في احد المدن التابعه لهذه المناطق، وتقريبا الامن او المسؤولين عن المركب وضع علم الجزائر، ولكن الناس اصروا على يعني شيء مخالف لما اراد لا به لا 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 السلطات. لا 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 شوف اسمع لي الاخ رزق، قدمنا عند واحد جزائري ما يكذبش عليك، تفضل، انا ما عشان كده بسمعك، عشان والله كده ما بسالك، نكذب عليك، تفضل. وقسما بالله الحقيقه هذه اللي غادي نقولها لك. طيب. ملعب تيزي وزو بكا يعني اضخم ملعب يلعبوا فيه يعني فريق، يعني كل فريق عنده ملعب، فريق جياسكا. يعني فريق جياسكا يعني اللي هو تاعهم الملعب مسمي على يعني الشهيد والمجاهد آيت أحمد، موجود في القبائل في البلاد اللي بالهيه، ونلعبوا فيه احنا يعني الفريق الوطني، ويتحركوا الانصار من عندنا من جميع ها التراب هو الان الوطني. يعترف بالحسين ايت حمد اخي رزقي، ها هو الان يا ولدي يعترف ما بالحسين ايت تقاطعنيش، حمد، ما ها هو تقاطعنيش، الان هذاك قال لك رمز، الملعب هذاك اسمه رمز من رمز الحسين ايت حمد. الدوله. يا لماذا ولدي خليني الحسين ايت ما حمد تقاطعنيش اعتقل خويا، وحكم وانا عليه نحكي، بالاعدام وانا نحكي على رمز ونفي الدوله الى هذاك. سويسرا ولم يعد هذاك الى رمز. الجزائر الى لحظه الى حد شوف انا هبطني 1992. ما شوف يا انا ما اخي يا قاطعتكش، اخي ما هذا قاطعتكش، هو اكتب ما اكتب يتكلم، الان قاطعتكش، اتركه ماذا ما وقع يتكلم. قاطعتكش. انا معي يا لفارس اخوي العزيز، خليه اخي يهدر، ويدخل فارس، يا خليه حباب. اخي يهدر، فارس، خليه اخي يهدر، فارس، فارس، خليه اخي يهدر. فارس، اخي ما فارس، قاطعتكش. حقه يكمل مداخلته، آية ثم أحمد ايضا حضرتك مجاهد لك حق ومن ترد بين عليه. مجاهد جزائري قبائلي من بين مفجري الثورة أول نوفمبر. هذه واحدة. وعندنا احنا جميل، ده كشعب حسين جزائري علاش حكمتي نفتخر عليه به. بالاعدام؟ علاش حكمتي عليه يا بالاعدام؟ ودي ما تدخلش روحك، خليني نحكم، ما تسالنيش انت. لحظه اخوي العزيز، وانت لحظه وش اخوي دخلك فارس، فينا؟ احنا في بلادنا ونتحكموا فيها، ما دخلك. يا سبحان لحظه، الله لا امينه العظيم، من فضلك، يا لحظه سبحان ارجوك الله خلي العظيم. النقطه يا اخوي العزيز، نحن هنا، تفضل كمل مداخلتك ما حتى ننهي يقاطعنيش هذا. اخويا، ما يقاطعنيش. لا، لن آية يقاطعك احد، أحمد تفضل. جزائري مفجر الثورة، ونحن كشعب جزائري نعترف به ونعتز به ونفتخر به. اي بس يا اخي الكريم، هذه برضه واحدة. هو الراجل لحظة ما سئل، هو تقاطعنيش سأل الأخ رزق، سؤال، خليني نكمل المداخلة. سأل سؤال منطقي. يا نحن هنا، أنا والله بسألك لا أنا كمان، أخونا فارس سأل سؤال منطقي جدا: لماذا أنت تعترف الآن بأنه مقاوم وله حق الجمال نعم وحق جزائري، التكريم؟ جزائري. لماذا حكم عليه بالإعدام؟ ما حكموش عليه بالإعدام، ما حكموش. شكون أمال اللي قال لك حكم عليه بالإعدام؟ ماذا لا حكموا لا عليه لا هنا؟ لا لا, لا. اسمح لي تدي. تفضل، هذا مجاهد عظيم وله حزب سياسي يسمى بحزب الأفافاس، وله مقاعد في البرلمان. يا ما يكذب عليك حتى كذب محمد.
له حزب يسمى بحزب الافافاس. فين كان في وله 64 أكثر من و65 مقعد في و66 البرلمان. فين كان في يا 64 ولدي و65 صديقي و66 أنا فين والله كان سأعطيك الرد. فين كان أخي تقاطعني شكون اللي هرب هو تقاطعنيش وبو ضياف ما شكون تقاطعنيش اللي هرب مع بو ما ضياف شكون اللي هرب تقاطعنيش مع بو واش ضياف مهرب هذه خليك خويا خليه يهدر، او يهدر على بلادو، خليه يهدر. تعرف لحظة بلادنا. أخت أميرة ايوا نفضل انت ما لحظة تعرفش أميرة اخويا اسمع. الافافاس. كنا نقول لك الافافاس شتا هو ما تعرفوش. حزب نحن الافافاس هنا اسسه تفضل المجاهد. حزب الافافاس اسسه المجاهد آيت أحمد، وله مقاعد في البرلمان وينافي وله حتى الافافاس هو من حارب بن بله وبو يا خروبه ما الافافاس هو تقاطعنيش من خويا حارب بن بله يا وبو ولد خروبه اسمع. شوف يقاطعني زيد نهبطه. لحظة أخي العزيز من فضلك، أخو العزيز من فضلك. طب اسمع، يقاطعني لأن أنا سأقاطعك هنا. نحن هنا أنا كتبت والله سؤال، هو سؤال قلت يو يعني هل تم لحظة أرجوك من فضلك، لحظة بس حتى نتبين الخيط الأبيض من الأسود. هل تم الحكم على حسين أية أحمد بالإعدام؟ لم نعم. ما أنا أهو يا أخي الكريم، أنا لا يعني لا يا أتي ولد عندي. اسمح نعم. لي اسمح لي طيب اسمح لي اسمع من فضلك ورد أنت علي، اسمح واسمع بس للآخر أرجوك، ولك حق الرد. نعم، حسين أية أحمد حكم عليه بالإعدام في اكتب مرحلة من أسس معينة. حزب الأفافاس. طيب بعد اكتب من الاستقلال. هو مؤسس حزب الأفافاس. ما تسمعني أخي اكتب الكريم، أنا سآتي إليك اكتب أرجوك من هو بما. مؤسس حزب الأفافاس. طيب أنت الآن تكذب هذه المعلومة نعم عن نعم تصديق اسمح لي أنه خليني حكم نتكلم لك. عليه بالإعدام. هو لماذا هذا أنت نفيت هذا المجاهد الكلام؟ العظيم، هذا المجاهد العظيم له حزب سياسي يسمى حزب الأفافاس، وله مقاعد في البرلمان وينافس نعم. يعني ويترشح وينافس على المقاعد البرلمانية، وهو حزب عريق يقوده المجاهد آية أحمد. ليس له مقاعد اخي، ليس له مقاعد ونحن في اخي الغرب البدو، ليس وفي له الشرق. مقاعد، ليس له نحن في مقاعد، الغرب وفي الشرق. لحظة ليس له نحن في مقاعد. الغرب. هو حزب الافافاس هو من حارب بن بله وبخروبه. لا حول ليس ولا له قوة. مقاعد يا صاحبي، ليس له قضية مقاعد. هو من لا حارب تمرر حزب الافافاس يا نحن هنا. اسسه نحن الحسين هنا أيت أحمد، وهو من حارب بن بله وبخروبه. نحن هنا أرجوك، نحن هنا. لماذا أخي الكريم تريد أن تلوي عنق الحقيقة تماما لماذا وتقلبها؟ يقاطعني؟ قلت لي الآن أنه لم يحكم عليه بالإعدام، لماذا هذا الشخص يقاطعني؟ لا أنا بسألك أنت، دعك أرجوك يا أخويا فارس، دعك من فارس. أنت الآن تلوي عنق الحقيقة وتكذب أو تقول كلاما للأسف ليس صحيحا. قلت لي قدام المشاهدين 201 أول، قلت أنه لم يحكم على أية أحمد بالإعدام، وهو أنا قالوا لي نعم لقد تم. اسمع من فضلك، اسمع. نعم لقد تم الحكم عليه بالإعدام. ما تسمع من فضلك بس، ما تسمع بس، أكمل بس، أكمل. قد يكون أنت كلامك صح. يا ودي لك الشأن بعد الداخلي الاستقلال لما تسمع يا نحن هنا أرجوك ستكمل، والله ستكمل يا أخي ما الكريم. تدخلش أنا مش الشأن عايزك الداخلي نمشي. الجزائري. أرجوك إذا أردت تفضل. أخي دعه يكذب، وإن قاطعته فهو شأن داخلي. دعه يكذب كما أخي يشاء. اتركه يتكلم، هذا لا، شأنه ما شأن تقولش. الدولة لحظة، الجزائرية. لحظة انت يا لا أخي الكريم. تدخل في روحك في الشؤون لحظة تاعنا، خليه أنا يتدخل. لا يا أمير، أخي رزق 10 ثواني يا فقط، حضرات بالله تفضلوا. عليك، بالله عليك، نحن 10 ثواني. أكمل يا نحن هنا الله أرجوك. الله تفضل يخلي لك الوالد، الله يخلي لك الأم ديالك. 10 ثواني فقط، يا 10 أخي ثواني. الحوار ماهوش يكمل بس، بهالصيغة. يكمل يا أخوي العالم أرجوك. الحوار لا ليس قبل أن ينزل، قبل أن ينزل، قبل أنت أن لا ينزل. ينزل، لا ينزل، نفسك في سيبقى معي، أمور. سيبقى معي. لحظة أنا جاوبتك من الشق السياسي، وانت تحشر في نفسك في امور شخصيه تتعلق ما بين الجزائريين، حاله خاصه. يا اخي انا نتكلم معاك في حاله سياسيه لاثبات يعني ان الكلام تاعي جاوب عليه بالحقائق. ان آية أحمد مجاهد جزائري من احد مفجري الثوره، يقود حزب اكبر حزب سياسي يدعى بالحزب الافافاس، وله مقاعد في البرلمان. ونحن كجزائريين في الغرب والشرق احيانا ننتخب هذا الحزب، ما نشقى قبائل وننتخبوا عليه. لماذا؟ لانه جزائري، نعتبره بانه جزائري. هو اللي فجر الثوره اخي رزق، لحظة. ماشي هو اللي فجر الثوره، ماشي هو اللي لحظة. فجر الثوره اخي، ماشي هو اللي فجر يا الثوره، ودي- ماشي هو اللي فجر الثوره صاحبي. مغالطات يا ودي مغالطات ما صاحبي. نحن هنا والله حبيت تولي جزائري يا المروكي، لا، لا، يا أميرة. المروكي أميرة، حبيت تولي أختي أميرة. جزائري. أختي أميرة ليش تتكلم يعني؟ لا لحظة من فضلك، لحظة أخوي العزيز، ابقى معي من فضلك. نحن هنا حتى بس نمر الحوار الأخت الكريمة أميرة. لا أميرة من فضلك. أنا الآن نحن جميع أخونا العزيز نحن هنا قال
ما يجري ما السلام هو عليكم الحدث اخي، السلام المنتظر. عليكم اخي رزق. حبيت نزيد لك مرحبا. حاجه واش قالها اخي تفضل. الجزائري على فرحه تفضل. مهني. هذاك الحدث اللي تفضل. كنت تسناو فيه ل 14 ديسمبر، اما لا عنده اشخاص اللي كانت تمشي معاه، عندها يومين داروا روبورتاج في قناه الجزائريه، جابوهم واعترفوا باللي ما كانوش على بالهم منين يتمول، كان يتمول من كباب ومن المغرب كانت مدلو 250 مليون ومع السلامه. وتم القبض عليهم شحنة من السلاح في بور تاع بجاية، وحكموهم وهي بلاتي. خالية نائمة. اخي رزق واحد دقيقه الله يستر.